السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة كلام في الكورة. نخش في موضوع الفيديو النهاردة على طول، واللي هو هزيمة نادي الزمالك من نادي شباب بلوزداد الجزائري في أولى مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا بهدف مقابل لا شيء. واللي حصل التاني برضو لنادي الزمالك، انه بعد ما كان في المركز الرابع والاتحاد فاز بقى في المركز الخامس، والمقاولين فاز 3-0 بقى في المركز السادس. المقاولون العرب 31 نقطة من 17 مباراة، الاتحاد 30 نقطة مركز خامس من 18 مباراة، الزمالك 29 نقطة 29 نقطة من 17 مباراة. أنا أهلاوي، اركن دي بقى على جنب، ومش بتصنع حزني على الزمالك في الفيديو ده، مش بتصنع كده، ده حقيقة. فين فين نادي الزمالك؟ فين فين مدرسة اللعب والفن والهندسة؟ فين نادي الزمالك؟ رجعونا نادي الزمالك المنافس للنادي الأهلي، رجعونا نادي الزمالك المنافس على أفريقيا، رجعونا نادي الزمالك تاني نادي في أفريقيا حصولا على دوري أبطال أفريقيا. حرام اللي بيحصل في الزمالك ده، حرام، حرام ومليون حرام اللي بيحصل في الزمالك ده. اللي بيحصل في الزمالك ده لا يرضي عدو ولا يرضي حبيب. يعني أعظم الشامتين في الزمالك الآن وأكبر الشامتين في الزمالك الفترة الماضية ما يحبش يشوف الزمالك في الموقف ده. انا كاهلاوي ما احبش اشوف الزمالك في الموقف ده، اقسم برب العز ما احب اشوف الزمالك في الموقف ده، وبقولها من كل قلب. حرام اللي بيحصل في الزمالك ده. شوف انت وصلت الزمالك لفين، شوف انت بإدارتك لنادي الزمالك انت وصلته لفين، خليت منظره عامل ازاي، شكله قدام فرق مستحدثة، فرق تاريخها يعني لا يذكر قدام تاريخ بقيمة ونادي بقيمة وعظمة وكبرياء ومنافسة وتاريخ نادي الزمالك المصري. أنا لما أقعد أتفرج على نادي الزمالك ممثل مصر في دوري أبطال أفريقيا وأشوفه بيتغلق من فرق اسمها شباب بلوزداد الجزائري اللي تاريخها مش معروف، ويتغلب 1-0، فين روح الكيان؟ فين القتال بشرف على التيشيرت بتاع نادي الزمالك وكيان نادي الزمالك؟ فين؟ ده فريق تاريخ تأسيسه 1911، تاريخ تأسيس شباب بلوزداد ده امتى؟ هتقول لي انت طالع تمثل في الفيديو ده، هقول لك انت كذاب. بقول لك اكبر الشامتين في الفترة اللي فاتت على نادي الزمالك في الدوري ما يحبش يشوف الزمالك في افريقيا في الموقف ده. الزمالك بعد اللي حصل النهارده يا باشا، يا بيه يا برنس يا نجم يا انسه يا استاذ يا كل اللي بتتفرج على فيديوهاتي، الزمالك بعد ماتش المقاولون النهارده بقى مركز سادس، والدوري مستحيل لو اتحاد الكرة المصري اتشقلب على دماغ امه
مش هينتهي في الميعاد المحدد، وهيتعامل زي السنة اللي فاتت. الأهلي أنهى الدوري مركز تالت ودخل أفريقيا. السنة دي الزمالك مركز سادس، لو لحق في الماتش ال 18 بتاعه زي الاتحاد كده ولحق وصل خامس، برضه مش هيشارك لا في دوري أبطال أفريقيا السنة اللي جاية ولا في الكونفدرالية. حرام اللي بيحصل في الزمالك ده المصحف، والله العظيم حرام اللي بيحصل في الزمالك ده. شوية فرق مش معلومة تغلب الزمالك. سان داونز لما خد دوري ابطال افريقيا، انا مش بهزر ولا بتريق، لما خد دوري ابطال افريقيا كان مين سان داونز ده؟ لما ياخد دوري ابطال افريقيا تقريبا كان في 2016، وصلت للنهائي. كان تقدر تاخد السادس اللي انت بتحلم بيها من 2001، وبرضه والله العظيم ما بتريق، من 2001 الزمالك ما وصلش نهائي دوري ابطال افريقيا في 22 سنة او في 21 سنة غير مرتين مرتين. ده حرام، ده ما يرضيش ربنا في الكرة المصرية. الكرة المصرية بقت متدهورة جدا، بقت اسفل مما تتخيل، يعني تحت. كداب اللي يقول لك الدوري المصري بقى قوي. احنا عندنا اتحاد كرة مصري فاشل، فاشل بمعنى الكلمة. الزمالك حاليا في المركز السادس يا جدعان، يا جماعة الزمالك في المركز السادس. احتمالية 80 90% الزمالك مش هيشارك في أي بطولة أفريقية للموسم اللي جاي. الزمالك بيتغلب أولى مبارياته في استاد القاهرة الدولي قدام فرقة اسمها شباب بلوزداد من الجزائر. حرام، ده ما يرضيش ربنا اقسم بالله. رجعوا لنا الزمالك اللي بينافس في افريقيا، رجعوا لنا الزمالك اللي بينافس على الدوري. والله العظيم ما ينفع كده. شوية لعيبة ما عندهاش انتماء للتيشيرت، مدرب ما عندوش أي فكر، جاي أنت مخليه ورجعته عشان الشرط الجزائي بتاعه. يا عم يغور هو الشرط الجزائي، هات مدرب فاهم، هات مدرب يصنع الفرق. سدد مديونياتك يا عم بقى، أنت وعيالك التلاتة، ابنك وابنك وبنتك وانت واخدين النادي تكي تطلعوا منها سبوبة. رجعوا لنا نادي الزمالك اللي بينافس على كل البطولات. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. الفيديو اللي أنا بصراحة حزين فيه على نادي الزمالك، دي نهايته، نهاية الفيديو. ويا رب يتم تصحيح المسار في نادي الزمالك ويرجع للانتصارات وللطريق الصحيح وللمنافسة على كل شيء. برغم أهلويتي يرجع للمنافسة على كل شيء، دوري وكاس وسوبر مصر وسوبر أفريقي ودوري أبطال أفريقيا وكل حاجة. أنا عايز الزمالك ينافسني، أنا عايز الزمالك ياخد منه بطولات، بس يرجع للطريق الصحيح. لازم أكون محايد، مش عشان أنا عامل قناة على اليوتيوب، لا، لازم أكون محايد. كرويا لازم تكون فاهم إنك تكون محايد. ما ينفعش فرقة مصرية تقع قدام فرقة تاريخها لا يذكر قدام الفرقة المصرية اللي كانت بتلعبها اللي هو الزمالك ويحصل كده. وحابب أشكركم على حسن المتابعة والمشاركة لقناتي على اليوتيوب والاشتراك فيها. وبحب يعني أطلب منكم رجاء فضلا وليس أمرا، اشتركوا في القناة، وعايزين نوصلها لأكبر عدد من المشتركين، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بقدمه إن شاء الله. واشوف وشكوا على خير في فيديوهات تانية جاية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.